حارة القبة الجزء الثالث الحلقة 36. غفران بعد ما بتنكشف حقيقتها وبتتأكد انه ابو شوال كشفها، بتقرر انه تهرب من البيت وبتضب اغراضها وبتلبس ملايتها وبدها تطلع من البيت. بهاي اللحظة بيكون ابو الافلام طلع من الحبس ورايح لعند بنته غفران، يمكن بده يذبحها، بيلاقيها على الباب بقى بدها تهرب، فبيلحقها ابو الاحلام وبيوقفها بنص الحارة وبيضربها ضرب مبرح. الكل بيتفاجئ ومصدوم، وصياح بيفتح عيونه مثل المغارة مثل العادة. بيلتموا عليه كل الناس. بتبلش غفران بتحكي وبتتهم ابوها بالسرقة، بس بيجي ابو شوال وبيدافع عن ابو الافلام وبيطلع غفران قدام كل الحارة، والكل متفاجئ وصياح كمان متفاجئ ومفتوح عيونه. بتصير فضيحة غفران على لسان كل أهل الحارة. غفران بتهرب منهم وبتروح لبيت عمو أبو العز، وبتترجى أم كامل النواقصي لحتى تساعدها وتحميها، بس أم كامل كمان بتضربها وبتقلها انت يلي طلعتي عم تسرقينا كل هالوقت، واتهمتي أبو الأفلام يلي معروف بأنه شهم وقبضاي ومحترم. اشترك